طبعا انا بلبس نظاره شمس، فطبعا الموضوع بالنسبه لك عايز تلبس او لا؟ كان نفسي بس ضاعت والله، كانت تبقى جميله جدا. بحب جدا اسجل بنظارات شمس بجد؟ والله، بتديني طمأنينة بنت كلب. والله بسجل اصلا ساعات، بخش اسجل في استوديو. فاهمك. انا فاهم ان هو الناس ممكن يبقوا شايفينه سكتش، بس انا عشان انا خجول جدا، انا عايز اقفل على نفسي وفي فبقى النضاره بتديني كده 20% ثقه. انا وانا بستحمى يا ابني بلبس نضاره شمس. فاهمك. ايوه بحب الناس. بص هقول لك على حاجه، انا كنت عايز اقول لك قبل الفيديو ما نسجل او نعمل ريكورد يعني، بس كنت عايز اقول لك لما نسجل عشان الموضوع ده حقيقي يعني. هو انت من الناس الكرييتيفز اللي انا طول حياتي بجد اللي هو نفسي اتعلم منهم حاجه، يعني شغل كرييتيف. ما اعرفش، ما جاتش الفرصه يعني ان احنا نعمل طلعه زي دي، بس هي حاجه مش عارف يعني ان شاء الله ممكن تحصل في يوم من الايام، ما اعرفش ازاي اهي. بس انا هقعد الحاجات اللي هتكلم معاك فيها النهارده حاجات شخصيه هتخلينا نبقى اصحاب دبل يعني احنا اصحاب اوريدي، بس هنبقى اصحاب دبل. مبدئيا كلامك حلو يا استاذ شعراوي. حقيقي وبعد كده نشوف موضوع اللي هو الشغل ده هنعمل فيه ايه او نبقى نتكلم عليه بعدين. لا ان شاء الله تبقى فتحه خير ان شاء الله. حلو نقول الفتحه بقى على الكلام الجميل ده. بص احنا عامه هي السيريز اوف فيديوز دي اسمها تعرف ايه عن؟ انا فان ومتابع وعلى عجبتني جدا حلقه حسين شربيني بجد يعني. شاوت اوت حسين شربيني، حلقه حلوه جدا، استفدت منها وتعلمت منها جدا. ده روزما يا جماعه. روزما. مش هينفع يا روزما. عجبتني جدا روزما حسين الشربيني. عجبتني جدا بصراحه، عجبتني جدا حلقه حسين الشربيني بالظبط. حلقه روزما كانت حلوه جدا. انا فان من زمان ومتابع من زمان، فلا انا عارف البرنامج كويس. شكرا بزياده. انا بيج فان بقى من ايام رسيني والله يعني. بص او بيج فان للشغل، وبعد كده ظهر رسيني بحبه بزياده، وبعد كده دلوقتي كشخص بيج فان على السوشيال ميديا برضه. انا هسالك عشان بس ننجز خلاص، احنا ممكن نقعد نعلف بعض مش هنخلص انا عاجبني قوي ان انت محضر الموضوع اسئله تميم. لا ما هي اسئله لانه في اسئله معينه انا طبعا كده انا بحطها عشان يبقى عندي بس عايز اعتذر والله انا ليه شكلي مش مركز عشان معايا هذا الكائن، وهذا الكائن عمال يجيب لي بقى قرابين يعني في ده اللي هو اصلا قدها، وفي حاجات تانية. قولي سلمي على الجمهور. بص يا كينج، الاسئله هسالها طبعا هتبقى اسئله بيرسونال عشان اطلع من القعده دي. احنا طبعا نعرف بعض تقريبا بقى لنا 10 15 سنه، بس ان شاء الله اكتر من 15 سنه كمان. هو انا بقول انا دايما بضرب ارقام ومنى دايما بتصلح لي لا اكتر من 15 سنه طبعا. لا 20 اللي هو انت عارف 15 سنه ده امتى؟ ده كان في 2015 يعني او 2000 15 سنه كان 2012. ايه ده 2012 يبقى قبلها سنتين كمان. اعرفك من قبل الثوره يعني. أيوة. لا ثوره ايه طبعا اكيد ده كان 2000 يعني أيوة اول 2010 مثلا. اعرفك من 2010 من 13 سنه. هيجي حد يعدل علينا. بقول لك ايه، انت صح. هو 17 هم 15 يعني. ايوه هو 17 لان هي 15 وحط عليهم سنتين بتوع انت قلت 2011. احنا نعرف بعض من 2009 او 2010. ايوه احنا دلوقتي 2023 فهم في 16 يعني مش خلاص يعني. عشان ما نلبسش نفسنا في حاجه مش صح. اسمك ايه بالكامل؟ تميم حافظ احمد يونس. عندك كام سنه؟ عندي 42 سنه. انت اكبر مني بسنتين يعني. انت اول واحد اقعد معاه يكون اكبر مني دايما لما بقول. عارفها دي، عارفها، وبقت محبطه جدا ليا لان انا بقيت اكبر واحد يعني. فاهم يعني؟ ايوه كنت يعني دايما قاعد في اي قعده انا اكبر واحد غالبا. بيفرق معاك الموضوع ده في التعامل مع الناس؟ بيفرق معايا جدا. هقول لك على حاجه، انا وانا صغير كان نفسي ابقى بيتقال عليا كبير، وكان نفسي ابقى سني كده يعوض حجمي. انا كنت صغير جدا يا شعراوي يعني. انا دلوقتي اعتبر قصير وحجمي قليل شويه بالنسبه للذكر الافريج احمد يعني. فكان دايما مثلا في الميتنجز او حاجه زي كده لما ابتديت اشتغل يعني، مش هقول لك حتى وانا من ايام المدرسه، لما ابتديت اشتغل اخش ميتنج واجي اقدم وبتاع، تلاقي مثلا واحده كان مديري ساعتها محمد حمد الله، ده ابنك ده حمد الله وبتاع حاجه كده. كنت بتضايق جدا من الموضوع ده، كنت بتضايق جدا، واللي هو ببص في الارض يعني مش فيش حاجه ينفع تقولها. وانت كمان لسه صغير، فانا بس لما اكبر هشتمكم بزياده، بس لسه دلوقتي مش المرحله دي. انا اتلطيت هنا وهناك يعني. انا طول عمري وانا صغير شكلي صغير قوي، ما حدش محترم ده خلاص. ولما كبرت بقيت كبير قوي، فاللي هو ايه، انت عنده 42 سنه.
يا جماعه انا عايزكم تعرفوني لا كتميم. حضرتك لا واحد يعني صغير يعني مش مقبول ولا هنا ولا هنا. دلوقتي بقيت احس دايما ان انا اللي هو الراجل اللي لابس بندانه ونازل فاهم يندس في الشباب عشان ياخد منهم معلومات يعني فاهم. كان عيد ميلادي من كام يوم منى جابت لي ساحر وبتاع على اساس ان انا احس ان انا عملت نفس الموضوع بجد؟ انا جبت ساحر والله العظيم اتبسطت جدا. انا لسه صغير يا جماعه انا عايز اتبسطت أهبل. جدا يعني أيوة. الساحر وعمل لي حاجات وحسيت مش عايز اعرف يعني. ايوه جالك مش هحاول افكر حسيت يعني. بايه لما اتعامل معاك ان انت اللي هو كانك الطفل اللي هو يتعمل فيه يطلع يا الحنان شعراوي يا شعراوي ده وصل. انا طبعا قلت له ما تجيبش حمام لان انا عندي قطط وكلاب وبتاع فكفايه حيوانات اصلا وهيحصل حاجه بايخه يعني. هيبقى في ناس بقى هنموتهم لك. عندي اطفال بقى تلاقي حمام بقى مفرقعه وبتاع كده. ثانيا انا لما ابتدى يعمل معايا بقى اكتر كمان من اللي انت بتقوله اللي هو حاجات الساحر فيقول لي طيب هنمسك دي ما تخافش امسك كده وابص للناس يعني ابتديت اوصل لده. كنت مبسوط قوي كنت مبسوط قوي يعني. بس عامة يعني بصراحة الموضوع بتاع السن ده انا عارف انا ما بجيبش سيرته عامة لان هو بيبقى بيخلي الناس على طول بتتعامل معاك بشكل مختلف ايا كان. يعني تلاقي واحد بيهزر معاك قوي جدا وبعد كده فجأة جدا يعني جدا 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 يعني هو مش قادر غصب عنه مع ان انتوا صحاب قوي فاهم. انا عملت فيديو على الموضوع ده قبل كده ان انا دايما لما حد كمان انا بتحصل معايا بطريقه تانية ان انت بيبقى في حد عايز يبتدي يديك معلومات ودايما احنا في مصر عندنا اللي هو بص يا ابني انت عندك كام سنه؟ ايوه فانت لما انا بقى بقول له 42 بحيث قول لي انت اللي قول لي المعلومات وعامل ايه؟ اصل في ناس دلوقتي بجد انا عندهم اللي هو بجد مش ببالغ والله 18 19 سنه والله العظيم بتعلم منهم بزياده. لا ولعلمك انا طول الوقت بتعلم من ولادي يعني طول الوقت بتعلم من وهم على فكره هم ناس بيبقوا نص طول عمري. النهار اونلاين فبيجيبوا حاجات بهاليز البهاليز اللي هو انت هتبقى اصلا مالكش خلق ليها. فلما حد بيقول لي حاجه كده انا ببقى ما بجيبلوش سيره اي حاجه. ممكن يقول لي يا اسطى وصباح الفل وبتاع فانا مش هقول له على فكره انا عندي او يقول لي يا عم. هو بيقول لي يا عم هو الراجل دي في كلامه مع اصحابه فهيقول لي يا عم خليه يقول لي يا عم. كويس جدا ان انت قلت الموضوع ده كويس جدا ان انت قلت الموضوع ده. انا بيتهيألي انت ايه رايك في هذا الكلام؟ انا بيتهيألي ان اي حاجه ليها علاقه بان ده الطريقه اللي هتخليك تعرف تأدبت مع المجموعه اللي حواليك ما تعتبرش بقى ما تقيسهاش على نفسك يعني. بالزبط. انا عشان كتير جدا بسبب السن بتحط دلوقتي في موقف اللي هو ان انا بطلع مثلا ازعق للعيال فاهم باللباس اللي هو بس يا ابني انت وبتاع فاهم. ابني هو اللي خلاني اخد بالي من الحته دي ان هو يقول لي انت بقيت شويه كبير الشخص اللي انت بتتريق عليه اللي هو يعني ليه. فابتديت اخد بالي من حته ان انت اي حاجه بتقيسها على نفسك ما تنفعش عليهم لان هم عندهم يعني لازم كل واحد دلوقتي يطجن في الكلام كده وبتاع عشان هم بيتكلموا مع بعض كده. فانت لو هتتكلم بطريقه محترمه هيتعامل معاك كانك كنت زمان بتتكلم انجليزي ايام انا يعني. انا زمان اللي كان بيتكلم انجليزي ده كان كان بيتضرب بالجزمه طبعا كان بيتزفت يعني انت ازاي ده بيتكلم انجليزي ده بيشتمني بالانجليزي يا ابني وبتاع فاهم. فدي كانت ساعتها كانت حاجه مش مقبوله فاهم. فدلوقتي اللي مش مقبول هو ان انت تبقى بتتكلم كويس فاهم. لازم تخش كده فاهم تفتح بقك في اخر الكلام ما تقفلوش. فانت شيل دي على جنب وشوف عنده معلومات ايه بقى. طب انت ايه عامه حاجات وانت يعني حسيت ان انت فعلا لما اتغيرت فيك لما كبرت؟ ان انا بقيت بسمع ميتاليكا ووطي فاهم قصدي اللي هو حاجه هي حاجه بتلغي بعض فاهم قصدي. ان انا وانا صغير كانت ميتاليكا ما ينفعش ميتاليكا فاهم. دلوقتي مش قادر يعني ما فيش ما بحطش سكر في حاجه خالص. الشاي من غير سكر قهوه من غير سكر. فكره اصلا عشان ايه يعني عشان صحيا؟ لا مش صحيا عشان مش قادر على طعم السوق. مش عايز افوره يعني. عموما حصل حاجه كده تخليك ساطل في كل حاجه تخليك تسمع على قدك ما تبقاش عندك انرجي زي ده. ما تهزقش نفسك قوي في الرأس فاهم يعني. في حاجات كده معينه كده اللي هو مش كده بالراحه فاهم قصدي ايه. في السيف سايد يعني لا لسه عايز برضو اجرب حاجات واعمل حاجات شويه مش مناسبه لسني بس بعقل يعني فاهم قصدي. طب انت عامه يعني تميم المعروف على السوشيال ميديا انا هقول لك عايزك تقوله وبعد كده هقول تميم اللي هو مش واضح على السوشيال ميديا اللي هو التميم ماشي. هي كانت محطات يعني. لو هتكلم على تاريخي على السوشيال ميديا انا ازاي كل مره اتعرفت فيهم وتعرفت باني شخصيه. هي كانت محطات وحاجه ليها علاقه برضو بالبروجرس بتاعي انا بالنضوج بتاعي على في الموضوع المحتوى والقصه دي. اول حاجه خالص كانت حاجه كده خجوله جدا اللي هو لما كنت بعمل فيديوز ما بطلعش فيها بوشي. منهم سندريلا مثلا بتاع الحظر ده لو مش عارف تفتكره ولا لا بس هو في يعني كلمه خارجه اللي هو ده اسم الفيديو اصلا. بس دي اول حاجه عملتها افهم فيها موضوع الفيرالات. قبليها كان في حاجه تانية برضو عايز اقول لك عليها بس كلها كانت بتبقى اللي هو حاجات بعملها بيني وبين. انت بتبقى فاتح اللابتوب انا يعني انا فاكرهم بس مش فاكر التوبيك بس فاكر لو انت كنت بتبقى فاتح اللابتوب ولابس نظاره وماسك مايك كده ده لسه ده الصيني
لا لسه ما قبل قبل، رسيني. لا ما قبل يعني عملت كام فيديو كده جربت فيه، بس ما قبل بقى كل الكلام ده. اوكي. كان بتبقى مثلا انا قاعد في الشركه بهزر بعمل حاجه كانت كلها حاجات فيجوال، يعني بقى بعمل ديزاين بيضحك ولا بتاع. كانت اول حاجه تتشهر وتجو فايرال، وفايرال ساعتها كان يعني ايه شعراوي، ان هي تبقى في ايميلات عشان كنا بنبعت لبعض ايميلات فاهم، ايميلات تتبعت لحد ما الايميل ده يجي لي من امي فاهم، فاقول ايه ده نهار اسود، ده مين ده لف انت ازاي جالك ده اللفة دي؟ ازاي؟ ده انا صاحبتي اللي عايشه في امريكا بعتته لي. كان عباره ان انا كنت واخد لوجوز بتاعت براندز مشهوره وعامل حاجه فيها في الارت بسيطه، وعامل فيها حاجه في الكلام بتاعها بسيطه مغيره المعنى خالص. فمثلا ما كنتوش كان ما كلتوش، وعامل التفاحه كامله مثلا فاهم. فعملت من دول كده مجموعه كبيره، والمجموعه دي بقى جت بقى في برنامج مشهور يعني في اعلامي مشهور، وقعد بقى يفتي بقى ويقول لك دي محلات موجوده. الموضوع كبر جدا يعني، الموضوع كبر وبقى في ناس تخش تقول لك المحل ده موجود بس مش انت عارفين. مش بتبقى قاصدها؟ لا خالص، انا كنت بهزر بلعب، فلقيت ان في باور الموضوع، ها. في باور وفي باور مؤثر. طب ايه ده؟ طب ما اجرب حاجه تانية. كان الموضوع بالنسبه لي اللي هو كان سوشيال اكسبيرمنت، كان تجربه. فاهم. انا هجرب اشوف الموضوع ده ايه اللي بيخلي الناس تجتمع ان ده حلو، يلا هنفيراله او هنتكلم عليه او بتاع. فاهم. لحد ما حصل موضوع سندريلا ده، وحقيقي انا كنت مخضوض جدا. يعني قبل كده كنت بشتغل في الاعلانات برضو، وكان لما مثلا نعمل اعلان يفرقع جدا وحد يقول جمله منه الواحد بيبقى فرحان وبتاع، فهم. بس برضو بيبقى فيه فريق عمل كبير وبيبقى فيه فلوس اتحطت في الموضوع. لكن انت تبقى قاعد بلابتوب بتعمل حاجه وتطلقها على النت فاهم، وتلاقي الناس كلها فاهم بتتكلم عليها، لا رهيبة. احساس ابن كلب اكيد. فاهم. صح. وانا فاكر كويس جدا ان يوم لما الفيديو بتاع سندريلا ده نزل، وثالث يوم مش فاكر كنت قاعد فين في مكان يعني معين، ولقيت الناس بتقول لبعض البق ده وبيضحكوا كلهم، انا حصل لي حاجه كده اللي هو عايز اقول لهم ان انا اللي عامله في نفس الوقت، اللي هو يا نهار اسود ايه اللي بيحصل ده يعني. حصل لي فاهم. احساس غريب جدا فاهم. وهو سلاح بس ذو إحساس حدين. حلو ولا مش حلو؟ الاثنين بقى، انت بتتغر جدا وفي طاقه بتتفتح لك كده، اللي هو في سكه، في possibilities كتيره جدا بتتفتح من ناحيه اللي هو يا لهوي ده انا ممكن اعمل كذا وممكن اعمل كذا وممكن اعمل كذا، وايه لو حد عمل كذا، وايه لو حد بتفكر بقى في الوحش والحلو، وبتتغر وبتتهمبل وكل حاجه في الدنيا بتحصل يعني. انت اولا بتحس باحساس كده، بتحس بتواضع رهيب، بان شكرا جدا يا جماعه، وانت اصلا يعني فعلا مبسوط ان انت شغلك ده اثر حتى لو هي حاجه عبيطه، بس في نفس الوقت برضه بيجي لك برضه حته ده انا جامد بقى ولا ايه. فاهم. الاثنين بيبقوا مع بعض فاهم. ده صراع مرعب. ما هو الصراع ده بقى ده لازم لابد منه جدا فاهم. بقى، وده عشان كده انا بقول لك الموضوع من الاول كله كان عامل ازاي. فاهم. فده خلاني اتشجع ان انا اصلا بني ادم خجول جدا يا شعراوي. فاهم. يعني انا اصلا بني ادم، يعني امي تعبت معايا جدا من وانا صغير ان انا ما ببصش للناس في عينها، مش بعرف ابص لحد في عينه، دايما فاهم. عيني فاهم دايما سارحه كده، وهتلاقي عيني دمعت دلوقتي اصلا لو ركزت ان انا لما بتكلم على العينين عموما بتلبش فاهم قصدي ايه. فاهم. عشان كده كنت بقول لك بل بحب النضاره، بس انا ما عنديش نضاره دلوقتي يعني. فاهم. فانا اصلا بني ادم بطبعي خجول جدا، فعشان كده كنت برمي الحاجات دي كده على النت كده، ما اطلعش بوشي ابدا، وارميها واجرب واسمع وبتاع. فاهم. فما خدت جرأة ابتديت ان انا اطلع بوشي، لان انا اصلا اصحابي كانوا مفهميني ان انا دمي خفيف يعني. في الفتره دي كان اصحابي مفهميني يا ابن اللذينه، بس بقى يا ابن هو انت اللذينه. انا مره قلت لباسم جاد الموضوع ده يعني، ممكن تساله. قلت له انا تميم ممكن من الناس اللي هو الواحد يخاف معاه يهزر معاها، لان هو ذكي في هزاره، فممكن يقول لك حاجات عندك حق ولا ممكن يقول لك كلمه اللي هو وممكن تروح مثلا شاتمه بالام وخلاص واخلص، انا مش عارف اهزر. ممكن بقى تفكرني بالموضوع ده، تعال نشيله على جنب عشان ده مهم جدا. ماشي. الموضوع ده ليه علاقه بالخجل وليه علاقه بالهزار، اقول لك على حاجه تعال نتكلم فيه دلوقتي. يلا. بسبب موضوع الخجل وبسبب موضوع برضو هنرجع بص كل حاجه بتترابط سبحان الله. ما احنا عشان كده اللي هو انا هطلع من هنا كاني عرفتك من أيوة. انت بيبي. أيوة انا مبسوط بالموضوع. انا وانا صغير كنت بوليد جدا في حته ان الواد ده عامل كده ليه فاهم، هو ليه قصير قوي، ليه حجمه صغير قوي، ليه اسمه تميم، ليه اشول، ليه اسمك تميم وليه قصير يعني. في كده حاجه مخلياك ان انت مش زي بقيه العيال في الفصل فاهم، ولا زي بقيه العيال في التمرين وكذا وكذا. فكان في كده ديفense ميكانيزم. كان بيحصل معاك حاجه ولا؟ طبعا يعني طبعا يعني فالديفنس ميكانيزم بتاعي كان بسبب ان انا ذكي، بقيت اسرع واحد يقدر يهينك ويدمرك نفسيا من قبل ما انت تحاول تعمل اي حاجه. فاهم قصدي ايه؟ وده غلط جدا، بس كان مهم يعني. بس طبعا في مرحله زي دي اكيد طبعا سلاح رهيب. لازم انت بقى هتيجي هتتريق عليا، وكان دايما عشان كده انا دايما بتفرج على الناس. عايز اعرف يعني التطور بتاع حصل، لانه هو عادي جدا انت حد جالك صاروخ كده من واحد قال لك مثلا يا قصير، فانت عايز بس يعني اللي هو حركه التحول بقى، ان هي انت خدتها
اتحولت لذكاء في الرد ازاي؟ هقولك. لان انت كان ممكن تاخدها لا هقولك واخدها وساكت وتتعب، فاهم؟ فعايز اعرف لا ما انا كانت شخصيتي، انا مش هاخد حاجه، انا دي شخصيتي عموما في الدنيا يعني. حتى لما بيجي لي فتره احس ان انا مقصر في الحته دي بتعب جدا. اللي هو القاعده اياها اللي بالانجليزي بتقول do no harm take no shit، فاهم؟ انا بالنسبه لي القاعده دي هي ده الموتو بتاع حياتي يعني. كل شويه بتاكد منه اكتر، فاهم؟ فعمري ما كنت هقبل، بس عشان انا مش عايز مشاكل فانا احتياطي خلاص قبل ما نوصل لمرحله ان انا امسك فيك. لان ده انا ما كنت ده الحل التاني، ان انت دلوقتي لو بتهددني انا هبيت بول بقى، فاهم؟ هطير واجيبك من رقبتك، فاهم؟ كنت بلعب جودو كمان، فكان الموضوع دايما كان عامل كده. الموضوع ده كويس. انا فكره الجودو دي كمان كانت دايما كده بتلخبط اي حد يعني. انا كنت بلعب جودو، كنت منتخب ومثلت مصر وبتاع، قصه كده، قصه يعني كبيره يعني. فكان دايما اللي هو تلاقي في حد بيقول له تراهن ان الواد ده يقلبك فانت تبقى قاعد في المدرسه عادي بتاكل كيس شيبسي، فاهم؟ او بتاكل الساندوتش اللي امك عاملاه وبتاع، وقاعد بتاكل في امان الله، تلاقي واحد جاي بيقول لك ولا مش عارف ايه، فبتضطر تروح شايله وهبده، فتلاقي شفت يعني، وتلاقي ناس بتاخد جنيهات بقى من بعض في مراهنات وبتاع كده بتحصل. فانا مش عايز وجع دماغ، مش عايز اذيه، ومش عايز مشاكل، فبقوم ماسكك غسلك، فاهم؟ لو انت داخل هتتريق فقوم مضحك كل الناس عليك، فانت ولا هتبقى قادر تتخانق معايا لان كله بيضحك عليك. وتاني حاجه انا علمتك ان انت بعد كده عمرك ما هتيجي تحاول تقول لي حاجه، لان انا هقول لك كذا واقول لك كذا واقول لك كذا. احنا لو ضربنا بعض كل واحد بيروح، لكن انا لو عملت فيك اللي انا عملته ده انت هتفضل يعني هتفضل متعور، فاهم؟ يعني هتفضل مروح كده ايه بتفكر فيها، ومروح معيط بقى، وتصحى تاني يوم تلاقي العيال بيقول لك يلا مش عارف ايه، وتفضل الكلمه اللي انت استعملتها، فاهم قصدي؟ وانا كنت شاطر جدا في الموضوع ده علشان تتاقلم وتعرف تدافع عن نفسك عن هذا الخطر، او تواكب او تتاقلم. احتمال تخسر نفسك وتبقى عامل زي هذا الشيء، فاهم؟ وده كان مهم جدا برضو في موضوع السوشيال ميديا، ان انت علشان خجول، او علشان مش عاجبك المحتوى اللي بيتقدم، او علشان حاسس ان الكوميدي عموما ممكن يبقى فيه وجهة نظر تانية او بتاع، فتبتدي تعملها، فتبتدي تتشهر. احتمال جدا ترجع تبقى عامل زي الناس اللي انت اصلا كنت ضدهم، اللي هو الشخص اللي فاهم اللي ما بيقدمش محتوى قوي بس عايز يتقال عليه بيقدم محتوى، او عايز يتقال عليه كوميديان، عايز يتقال عليه دي جي، عايز يتقال عليه ميوزيشن، بس هو ما بيقدمش ده برضه صراع تاني. طبعا انت قاعد عايز تطلع وقاعد واحد تاني قاعد هيجيلك، لان انت خلاص قالوا لك ايه ده انت جامد، صح؟ فالواد انا جامد، فاهم؟ فده اللي حصل بقى في الرحله الثانيه بتاعت رسيني. فاهم؟ رسيني ابتديت اخد نوع اخر من الشهره يعني. ساعتها كنت انا مشهور في وسط اصحابي والصحاب الصحاب، ان ده الواد ده هو اللي عامل كذا، ده هو اللي عامل فيديو بتاع سندريلا، ده هو. فكان بيبقى عندك فخر معين، وكانت الناس محترماك احترام معين كده. بصراحه انا كنت بحبه جدا، لان هو احترام على مستوى شخصي قوي، ومستوى ان هو حد بيقول لك ده انا بحب شغلك، يعني انت بتتحط في حته تانية، كاتيجوري تاني بتاع اللي هو لا 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 لما حد يشوفك وبتاع، فاهم؟ فكان ملخبط جدا 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 جدا. بس الصراحه رسيني كانت رهيبه. يعني انا بحب رسيني جدا، انا بحب رسيني جدا، وبحب رسيني ان نوع المحتوى ده هو النوع اللي انا طول عمري دي وجهة نظري في الكوميدي بشكل عام. وجهة نظري بشكل عام كمان ان الموضوع ما يبقاش متكلف، يعني هو الشو كله كان مقصود ان هو يتعمل تحس ان انت قاعد مع واحد، وتحس ان في اخطاء كده، والمايك مش حلو، والادت فيه حاجه غريبه، والقصه دي. وهو كان خام جدا ورو جدا، فانت لا انت مكسوف يعني. ده برضو انا كان احلى حل اقدر ان انا اكوميونيكيت، او اقدر اتواصل بيه واقول وجهه نظري، هو ان انا اتريق على نفسي من الاول خالص، واتريق على كل حاجه تانية، وان صح. الموضوع يبقى اللي هو مبدئيا القواعد ان اقعد في الارض، مفيش هنا مفيش جو مهندس، مفيش دكتور، مفيش اكبر، مفيش اصغر، مفيش، احنا جايين نهزر. هو وقت معين هنهزر، مش عايز تتفرج ما تتفرجش، فاهم قصدي ايه؟ هتتفرج وانت مش عايز تتفرج هبهدلك، وانت حر، انت اللي بتتفرج من القلب قصدي لو احنا بنعمل كوميدي فاللي هو ايه ده دي بتضحك، فاهم قصدي؟ فده كان مديني كده راحه بنت لذينه، لحد ما انا ابتديت اتغر جدا بصراحه، لان رسيني ابتدى ينجح جدا، وابتدى يجيب لي الزبون الغلط، او الزبون اللي ما كانش بيحترمني زمان كانسان. يعني الشخص اللي هو البوب ده، اللي هو العضلات الطول بعرض، اللي هو دايما روش، ودايما مع البنات، ودايما بيتريق عليك، ودايما بتاع، بقى يجي يقول لي ايه ده انت جامد جدا، وايه ده انا محترمك جدا. وقبل كده كان دايما الشخص ده، فاهم، بيجز دايما، معرفش ليه فهم. يعني دايما كده، من مش بس في المدرسه، حتى يعني لحد الجامعه، دايما كده في الشخص اللي هو الواد الحلو ده، فاهم، دايما كان جازز عليا. يعني انا ما يعني يمكن قدام عرفت ليه ده، بس كان اول مره الاقي بقى هذا الاحترام من نوع الرجل ده.
ومن نوع برضو البنات اللي هي ما انا ما بحبهاش، البنات اللي هي برضو اللي هي بتاعه المظاهر جدا وبتاعه اللي هي بتحب الواد ده. يعني البنت اللي بتحب الواد ده بقت فجاه برضو كلهم بيجمعوا بحاجه واحده ان هم بيحبوا حاجات معينه بتعملها. ما هو ده كان بالنسبه لي كان غريب، ده بالنسبه لي كان اول حاجه تبقى غريبه. وخلي بالك برضو انا كنت في صراع كده اللي هو انتوا عجباكوا فكره ان انا بقيت مشهور ولا انتوا بتحبوا الحاجه اللي انا بعملها؟ اوكي فاهم قصدي ايه؟ فاهم. وده كان برضو صراع تاني يعني مهم طب جدا. اسالك على حاجه، يفرق مش قصدي بس يفرق معاك في ايه لو الشخص هو ده بيحبك فانت مش عايزه يحبك عشان الاسباب الغلط يعني؟ لا هو حر يحبك هو حر، بس انا ده هيرفلكت عليا انا، هيخليني انا اخد منه حاجه. فاهم قصدي ايه؟ انا بسال عشان افهم. ما انا هقول لك. لو انا دلوقتي شايف حد بيحبني علشان هو بيتفرج على اللي انا بعمله او بيسمع اللي انا بقوله او عاجبه قصتي او ان كان حاجه وهتاثر عليا بطريقه معينه واعجابه بيا ده وان هو يقول لي هياثر عليا بشكل معين، وان انا اشوف حد جاي يتصور معايا مثلا لمجرد ان انا عامل زي مثلا مش هرفضها، ولكن هي حاجه بايخه جدا لان هو عايز يقول ده انا جامد بالتبعيه. يعني طالما ده جامد فانا هتصور معاه فانا ابقى جامد، لكن هو ما بيحبنيش وما بيتفرجش عليا ومش عايز يسمعني، وهو بالنسبه له هي حاجه هيحطها صوره عشان يتنطط على ناس تانية. ولعلمك كان بيبان جدا بعد فتره الشخص اللي بيتكلم معاك او يعني بيعرفك بنفسه عشان هو بيحب شغلك او بتاع، والشخص التاني اللي كان بس عايز اللقطه ده بيتحول لايه وده بيتحول لايه. ده بيتحول لواحد صاحبك والتاني بيتحول لواحد واخد عليك وبيبهدلك وبياخد نمر عليك حسب ما انت طيب قد ايه. صلاحيات زياده عن اللزوم مع ان انت بالظبط يعني بعد كده يقول لك خد يلا وبتاع واحد كده. فاهم قصدي ايه؟ بالظبط. لا ده بالظبط كان بيحصل كده على فكره. يعني انا فاهم قصدك جدا. واللي هو انت ايه، هو انت العشم خلاك تسرح ولا ايه؟ يعني ما انا كان عندي برضو ردود من فاهم من زمان بقى كنت بطلع. شفت بقى انت طلعت ابن وسخه بقى. انا غلطان. طب خد دي. فاهم ايه يعني؟ انت الحته دي هو انت يعني كويس ان انت جيت لها وانا برضو كنت هاجي لك فيها. هو دايما انا كنت بشوف ناس كانت بتبقى طالعه بتروح بتخانق معاك بتشتم. يعني كنت بشوف طبعا في الستوريز او بشوف كده، وانا كنت بشوفك اللي هو بتطلع تروح قايل لهم حاجه بتسكتهم بيها، مش بتطلع تشتم ولا بتاع، بس تروح قايل لهم حاجه برضه بشكل ذكي. اتعلمت مش تمشي. أيوة. بس هو في الاول كان عندي بقى الحته بتاعت ان لا يا حبيبي ده انت امك هي اللي مش عارف ايه. كنت اصلا بقى يعني حلو قوي بتنزل ستوريز، كنت بتنزل ستوريز وبتروح مسجل اللي هو قايله وتروح قايل له حاجه هنا. ده بص بقى، انا السؤال ده حلو جدا لان ده ليه علاقه، او الموضوع ده ليه علاقه برضو بكل اللي احنا اتكلمنا فيه. فكره ان انت يعني دي برضو انا اتعلمتها. لو انا دلوقتي في حد شايفه داخل يشر او داخل مثلا هو عشان عنده نقص معين او عقده معينه او بتاع، ولقى التول اللي يقدر يفضي فيها هذا الغضب، فاهم قصدي ايه؟ او عايز اهتمام معين او ايا كان، لان هي دايما بتبقى كده، محدش هيخش يشتمك ابدا ابدا، بالذات الرجاله. يعني مفيش راجل هيشتم راجل غير لما يبقى عايز منه اهتمام او شايل منه، وفي الحالتين هو برضو شايل منه عشان عايز منه اهتمام. يعني هي بتبقى نوع من انواع الاهتمام كده. انا مش هشتمك ابدا غير لو احنا مثلا كسرنا على بعض بقى بالعربيه ونازلين نتخانق وبتاع. بس ان انا اشتمك كده اشتم رايك معناه ان انا غيران منك، ما فيهاش حاجه تانية. غيران منك عايز منك حب، او غيران منك عايز اللي عندك اللي مش عندي، او انا حاسس ان هو مش عندي. فاهم قصدي ايه؟ فلو انت قابلت ده بنفس الطريقه تبقى حمار يعني. وده اللي عطلني جدا، ان انت لما دلوقتي واحد تعالى نديها بمثال تاني. واحد دلوقتي مثلا ايه بيضرب ابنه في الشارع، تمام؟ انت لو نزلت كلت الراجل ده علقه هيروح يضرب ابنه اجمد. فاهم قصدي ايه؟ يعني هو هتبقى انت ضربته وخليت ابنه بقى يعني يفقد الامل فيه خالص، وهو رجع ضرب ابنه اكتر. فهو فكره والابن كره ابوه. لا يعني انت غذيت الموضوع ده جدا، واكتشفت ان فعلا فكره ان انت تحط على واحد دي بالكلام وبتاعه ومش عارف ايه بتغذي الموضوع ده اكتر، وبيفضل هو الكره ده يكبر فيه اكتر. زي ما زمان لما كان حد بيجي يبوليمي كنت انا بقى ايه او يتنمر يعني، اروح انا رازع له بنفس الطريقه. ماشي كنا عيال وكل حاجه، بس ده كان بيغذي الموضوع ده اكتر. في فرق بين انت تحط واحد عند حده وتوقف الناس عند حدها وتحط حدود للحاجات، وفي فرق ان انت تخش تتذاكى ان انا ازاي اعمل كامباك يرد عليك يهينك. انا بقى بالنسبه لي لو الموضوع ده احنا بنعمله هزار واحنا الاثنين بنهزر، لا يلا نعمله جدا. يعني مثلا اللي انا عملته انا وخالد مختار في بعض، فاهم قصدي ايه؟ يعني ده هزار. فاللي هو طالما احنا قلنا اولا ان احنا بنهزر فاحنا مش بنهين بعض، وده مش حقيقي. احنا بنحاول نجيب اكبر مجموعه من الناس تضحك معانا شويه يا عم.
فاهم قصدي ايه؟ هو الهزار عشان كده وحياة ربنا مش هقول لك ان هو رسالة، اوريك ان احنا اللي هو بس انا بحب اضحك ممكن الناس. يحصل موضوع النكش والكلام ده بحب جدا وبيس جدا الناس وبطريقه ذكيه الناس جدا. كانت مبسوطه يعني صح؟ الناس كان اللي هو بص ابن الذين ده قالوا ايه، بص ابن في حاجه لذيذه في الهزار دايما. الهزار دايما لما بتشيل الكلفه الهزار بيبقى احلى. ففي فرق بين ان انا اشيل الكلفه واحنا اتنين اصحاب او احنا اتنين داخلين نهزر او داخلين نلعب، وفي فرق بين ان انا ابقى داخل عايز اهتمام معين فاخش ااكس على كلامك واهينك واهين اهلك، اضرب لك في حته معينه عايز اذيك بالظبط. فالحل بتاعها مش ان انت تخش تعملوا نفس الحاجه فاهم خالص، فاهم؟ يا اما ان انت ترد بوجهه نظر تفيده او توقفه عند حده وتبقى انت ما خسرتش الناس اللي بتحبك بجد، يا اما ان انت تتجاهله تماما يعني فهم. وانا اكتشفت فعلا ان انت في حاجات لما بتتجاهلها تماما مش غصب عنك ولا حاجه، لان انت لما بتتسحل معاها انت بتتعطل. طب انت قلت حته حلوه قوي بتاعت انه يا اما تعمل حدود، في فرق بين انت تعمل حدود بينك وبين اللي قدامك. فالحته بتاعت الحدود دي ازاي يعني؟ اي اقتراح يعني، لانه اكيد في اي حد من اللي يعني بيتفرج هو حصل له ده يعني ماشي. اكيد حصل له ان هو في واحد شتمه وهزقه فممكن يروح ماسكه ورنه علقه بنت كلب، فانت بتقول ان ده مش ده السيناريو المظبوط، انت عايز تعمل حدود طبعا. بتتكلم على السوشيال ميديا ولا بتتكلم في الحياه؟ جاوب زي ما انت عايز، ده او ده. السوشيال ميديا جديده علينا كلنا حتى لو هي بقالها كتير قوي، بس هي لسه جديده. أوكي. وبالذات جديده على مصر لان الانفتاح في الاراء ده يعني معلش في ناس رايها مش حلو يعني، فاهم قصدي ايه؟ هم حرين يقولوه، هو عامه بس هو مش حلو ان انت يعني تقول راي ده المفروض دي ليها اصول. ما هو بقى فكره ان احنا بقى داخلين على عالم جديد فيه المحمول في يد الجميع، فاهم؟ فكل واحد هيقول رايه وانا ما اقدرش، بالعكس انا بالنسبه لي دي حاجه حلوه جدا، لان في الاخر يعني دايما بيقول لك كده مثل امريكاني بيقول لك when making an omelet you have to break some eggs، فاهم؟ فهو ايجز لاقي عليهم ليه ان هي بالظبط. ده الراجل ده مصري ولا ايه؟ بس فهو فكره ان كل الناس تقول رايها ده مهم جدا، بس هو صعب يعني، وبالذات في الحدود الجديده اللي احنا فيها وفي فكره السوشيال ميديا وفكره ما حدش كان بيعرف ينطق ولا يقول رايه قبل كده، وفجاه بقينا كلنا بنقول راينا على السوشيال ميديا، فاحنا لسه ما نعرفش ابعاد السوشيال ميديا ايه وايه اصولها، فاهم؟ ولكن هي احسن طريقه يعني هو ان انت تتجاهل هذا النوع تماما، تتجاهل هذا النوع تماما تماما تماما، لان انت من الاول وانت يعني انا بسميها بتمضي عقد مع الشيطان، انت داخل عايز تبقى بابليك، فاهم قصدي ايه؟ انت لو قلت اي حاجه الناس هتتخانق، اي حاجه اونلاين الناس هتتخانق، بخلاف انت مين ولا بتعمل ايه ولا بتقول ايه. هي مجرد ان في واحد عنده غضب معين او عنده نقص معين او عنده فرصه من خلال تليفون صيني يخش يقول لك غلط، فاهم؟ ويا سلام لو قالك غلط يا كذا او يا ابن كذا، فاهم؟ يعني هو مجرد بس هي اشتراك، وانا هشترك ازاي ومش فاهم انت بتقول ايه؟ هشد انتباهك ازاي؟ هشتم. شايف ان التجاهل هو ده احسن حل؟ التجاهل بالتالي ده احسن حل. لما تلاقي بقى في حاجه جاي على حقك، لا خد حقك طبعا، بس هتاخد حقك ازاي؟ تاخد حقك بطريقه قانونيه، تاخد حقك بان انت تطلع البني ادم ده على المسرح بالاصول وبالادب وبالصياعه، تعمل له قفله كده في اللي هو بيقوله، تعمل له قفله، فاللي هو عايز الموضوع ما يبقاش انا بتريق عليك، الناس تروح انت تكشفه قدام الناس بس تكشفه، بس ما تتريقش عليه، ما تقولوش لا ده انا مش عارف شخص وحش يعني، ما تبقاش عامل زيه. أيوه. خالص. لان انت ده هيغذيه اكتر وهيعطلك، صح. فانت ساعتها تفكر كويس قوي يعني. اولا لو انت يعني كتير جدا حد يقول لك لا يا عم انا مش متعصب مش فارق معايا، ويلاقي نفسه سايب شغله وعمال بيفكر هيرد على الواد ده ازاي من تويت مثلا، فاهم قصدي ايه؟ صح. فكده خلاص احنا وصلنا للمرحله دي، وابتدى اللي هو الماتيوريتي بتاعه فرقت معايا جدا، فرقت معايا جدا. عند رسيني ايه اللي حصل بعد كده؟ لا رسيني ودتني في حته حلوه قوي، ودتني في 60 داهيه في نفس الوقت يعني. ابتديت بقى البس بقى جواكت جلد بقى، وابتديت بقى اللي هو فاهم ابقى بني ادم فج، بني ادم رود كده يعني، مش انا فاهم، وعاكس البنات بقى وبتاع كذا يعني. بقى في كده فظاظه، اسمها فظاظه ولا اسمها بقى في بجاحه كده، فاهم كان. فده خلاني اتعوجت قوي، وخلاني ابتدي ابقى مفلس فكريا. شاطر برضو لسه وبشتغل في الاعلانات وبتاع، وبعرف اجيب الفكره لو قعدت افكر فيها، بس مفيش اونستي، مفيش تواضع، مفيش انجل جديده. وساعتها كان حتى الموضوع كان باين قوي في رسمين يعني. فالحاجات اللي هو قبل الحلقات الاخيره خالص كان باين ان الدنيا نايمت كده، وبقى فيه بقيت اخش كده اتنطط على الناس، اتنطط على الكاميرا، فاهم قصدي؟ وده خلاني ابتدي وده خلاني ابتدي اخرج خروجات معينه، اقرب من ناس معينه، اللايف ستايل بتاعي كله يتغير لشكل معين انا كارهه جدا دلوقتي.
فاهم قصدي ايه؟ اتعلمت منه ده طبعا، بس كارهه جدا دلوقتي. واصلا لما تفكر في كل اللي انت كنت بتعمله ده، هو ده اي حد ما عندوش حاجه بيعمله فاهم قصدي ايه؟ يعني اي حد عايز يتقال عليه كرييتيف، عايز يتقال عليه ميوزيشن، عايز يتقال عليه مخرج، عايز يتقال عليه حاجه ليها علاقه بالفن او الفكر او الثقافه، مش حاجه، مش دكتور يعني، مش حاجه كده، بيبقى في الدايره دي. فاهم قصدي؟ فانا اللي يودينا الدايره دي. انت اللي هو يعني هو اكيد طبعا انت اكيد هتبقى عايز تنجح اكتر واكتر كل شويه، بس النجاح اللي انت وصلت له ساعتها المفروض انت ما تبقاش عايز ده خالص. ده كان لازم احوط على نجاحي ده جدا واتعلم منه، بس هي رحله يعني. فاهم قصدي؟ فانت فجاه بتلاقي نفسك مع ناس عايزين فاهم، بس هم معاك واصحابك وبتاع وكده، بس طبعا هو قاعد فاهم متضايق منك جدا، فاهم متضايق منك جدا عشان هو نصاب وانت عندك حاجه وبتعملها كده ومش فارقه معاك، فاهم؟ فعشان كده بقى نرجع للموضوع الاولاني، ان الشاب اللي هو الطول بعرض اللي مش عارف كذا كذا، طبعا انا مش بتكلم على بنيان بتاع ربنا، انا بتكلم على اسطمبه معينه كده احنا فاهمين احنا بنتكلم على ايه، فاهم؟ فده كان دايما برضو شايف ان انت بني ادم مختلف عنه، مش عامل اللي هو بيعمله ده خالص، وما عندكش اصلا اللي هو بيعمله ده ومش عامل الاسطمبه دي، بس عندك حاجه وهي مش عنده خالص، فهيضربك هيشتمك اللي هو ده انت بترسم، تخرج معاه، فبقيت بخرج معاه. فاهم قصدي ايه؟ فطبعا ده البني ادم ده كل مني جدا، والبني ادمه دي كلت مني جدا، ودي بقى بتبتدي بقى تتفوق كده، تشوف بقى مين بقى اصحابك بجد، مين ازاي، لان انت يعني لا قصدي ازاي يعني. انا دايما بحب اللي هي عارف اللي هي المراحل الانتقاليه، أيوة اللي هي أيوة. كأن فجأة حصل فليب في القصه، هي دي اللي انا هقول لك هو الفليب مش بيحصل في واقعه معينه، هو بيحصل في ان انت بتتحول الى انسان انت مش قده من الاخر يعني، فما بتسلكش يعني. قصدي مش قده بمعنى ايه؟ هقول لك ادي لك مثال مثلا على موضوع الخجل. الحل دايما بتاع الخجل بتاع معظمنا ان انت بتعمل نفسك واثق من نفسك قوي، يعني بيبقى الديفense ميكانيزم ان انت بتقول طيب انا هعمل ان انا واثق من نفسي قوي، وده بيسموه فيك جروث، فاهم؟ نضوج مش حقيقي، مزيف. فبتبتدي انت تقعد تمثل في ده، تبتدي انت مثلا تجيب عربيه بشكل معين، تلبس بطريقه معينه، تتكلم بطريقه معينه بتاع، فتبتدي اتراكت الحياه دي، كل الحاجات دي بكل ما تحمله، تبتدي يبقى اصحابك كده، ناسك كده، شغلتك كده، خروجتك كده، بيتك كده، بس انت مش قد الكلام ده لان انت خجول. هو هيعرف يسلك لما يتحط في المشاكل ويتحط في الناس دي، انت مش هتعرف لو انت مش صايع ومش بتاع بنات ومش حرك وما يعني. مثلا اول حاجه بتجيلك ان انت برضو تعوض خجلك، هو ان انت تبتدي تبقى واد باد بوي، فاهم؟ بس انت مش باد بوي، فانت لا حصلت ده ولا حصلت ده، فبتبقى ناقص حته. عارف شعراوي لما تبقى انت سايق تقف في اشاره كده، بتبتدي فاهم عينك تسرح كده، المزيكا شغاله وانت بتسرح كده، تسال نفسك اسئله معينه، هو انا بعمل ايه؟ هو انا مش مبسوط ليه؟ هو انا طب انا بعمل كل الحاجه اللي هي تشيك 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 على الليسته اللي انا عاملها لنفسي، بس مش مبسوط وفي حاجه ناقصه. هي حتى كمان لما كبرت شويه بقت الموضوع مش حكايه مش مبسوط، هي مش راضي. كده احنا ما حدش مفيش حاجه اسمها انبساط، يعني انبساط ده حاجه لحظيه كده بتيجي يعني انا دلوقتي في السن برضو في النضوج او النضج بتاع اللي هو انا لا بفرح ولا بزعل، فاهم يعني؟ انا عايز ابقى في النص بتاعي، في الحته اللي هي راضي بده، علشان لما يجي لي ده احس ايه، يجي ده اقول فاهم، وترجع تاني للحته المظبوطه يعني اللي هي الرضا يعني. فبس فهتقع، ده اللي كنت بقوله لك يعني، بقول لك ان انت لما هتفضل في ده هتقع. فانا بقى لما ايوه عديت المرحله دي بقى ازاي ان انت لا وقعت كتير وكسبت ناس وخسرت ناس ودايما بتلاقي بقى ان انت اول ما تبتدي تتكسف من صحابك الحقيقيين او الناس اللي بتخاف عليك بجد، تبتدي تتجنبهم، تعرف انت بتعمل حاجه غلط على طول. طب وانت يعني تخطيت القصه دي ازاي مع نفسك رحله بقى وازاي اتعكست في السوشيال ميديا؟ هقول لك ان ابتديت ان انا ابقى اخد بالي ان انا مش صادق في المحتوى اللي انا بعمله، وان انا عايز افضل بقى اهتم بالفيوز، واهتم بان الفيديو بتاعي احلى ولا الفيديو بتاع فلان، واهتم بان ايه اللي هيكسر الدنيا، مش ايه اللي الموضوع ابتدى يخرج عن فكره السوشيال اكسبيرمنت او حاجه انا بجربها او وجهه نظر او اونستي او كذا او كذا، لحته سباق بقى في حته ان انا رايح للشيء، مش رايح في الرحله اللي هو انا عايز يتقال عليا كذا، فاهم؟ مع ان انت عندك الموضوع ده، طب ما تسيب نفسك تعبر يعني، دي يعني نعمه من عند ربنا كده، فعلا موهبه وهبه اللي هي اللي هو خد الهديه دي، فاهم؟
فانت هتاخد الهديه دي المفروض تعمل بيها ايه بقى؟ تلعب بيها، تستعملها، تلعب بيها مع حد تبسطه زي ما انت مبسوط. طبعا بقى انت تعمل حاجات كويسه بيها بشكل عام، بس تستخدمها صح. ما تحطهاش على الرف وتقول ده انا عندي هديه، لان غيرك هيروح يشتري الهديه دي ويحطها على الرف ويقول دي بتاعتي. فاهم. بس انت عندك الموضوع، طب ما تستعمله بدل ما تقعد تتسابق، وبدل ما تقعد ترد على الناس، وبدل ما تقعد تخرج الخروجات اياها، وبدل ما تعمل فيها نجم من الاخر يعني. فاهم. امتى بقى اتشهرت يعني، وامتى بقى حسيت بالموضوع ده؟ بعد اغنيه انت اي كلامي، هو ده اللي شهرني ده. وده كان برضو غريب جدا. انا كنت ساعتها بتريق على الموضوع ده، يعني بتريق على النوع معين من الاغاني. طبعا انا اتفرجت مع المذيعه المشهوره على مش عارف يعني بس شيلها في المونتاج دي يا محمد. بالظبط. بس عامه انت الاغنيه كانت فعلا يعني جاتني يعني كانت تجربه يعني. انا اصلا كنت بغني لابن اخويا، بقول له انت اي كلام، عمال بعمل له كده وبتاع. بعد كده قلت ده البتاع دي كاتشي، ده ايه ده؟ طب ده انا بقى عايز اعمل حاجه لحنها انت حاسس انت سمعته مليون مره، لان هو مبتذل جدا وعادي جدا. وازاي انت تاخد كلمه كده وتقعد تعيش بيها؟ يعني عارف انت دايما في حاجه كده بتستوقفني، ان بيبقى المزيكا مش لاقي على الكلام خالص، وبتلاقي الناس بتغني بقى بكلمه اصلا مش لايقه خالص على اللي بيتقال، ويتقال لك بقى الحان مش عارف فلان والكاتب بتاعه، والعيال كلها لابسه كوفيات وكله متصور عامل كده وبتاع، اللي هو يا جماعه لا والله. وعشان اثبت لكم انه لا، طب اهو 3 كلمات وبتاع وهقعد اعمل كده وبتاع والناس فالفكره انا كنت متخيل الناس كلها هتفهم اللي هو ايه ده بيهزر. في ناس بقى بجد كانت شايفه ان الاغنيه جميله جدا وان انا مطرب ما انا عشان كده قلت لك انه يعني على البرنامج اللي هو احنا كنا بنسمع الاغنيه وقاعدين بنضحك ان في مثلا الناس قاعده بتخش ازاي، والفونس ومروان وبتاع، اللي هو المود فان قوي. وبعد كده خدت ازاي الفكره جات لك منين الاغنيه كلمات؟ بص انا قعدت كده ما انت في حاجه ما انت في حاجه لازم تاخد بالك منها قوي بقى يا شعراوي. هو ده بالظبط، هو ده مربط الفرس. ان انت لما هتعمل حاجه تتشهر او الناس تتكلم عليها، كل واحد هيخش ياخد مصلحته. فاهم قصدي ايه؟ فاللي عايز يطلع يقول لك انا ما كنتش بتكلم مع المان ده خالص ولا بعبره، بس هو دلوقتي مشهور فانا هخش اخد معاه صوره، زي بالظبط الاعلامي اللي هيجي يقول لك لا تعالى لي بقى، تعالى لي نتكلم على الموضوع. لكن نادرا لما بتلاقي في حد فعلا مهتم يعرف الموضوع ده ايه، ويهزر معاك عليها ويضحك على عشان كده انا مقدر قوي القعده دي والله العظيم. والله العظيم بجد، والله العظيم بجد. على فكره انا فعلا مبسوط فعلا يا والله يعني ما بتحصلش بقى، وتبتدي انت اصلا تتوتر، وتبتدي بقى ترد ردود بقى بنت كلب، وتبتدي بقى تعمل كده والله سؤال جميل جدا شعراوي، فاهم؟ مش يا شعراوي حتى، شعراوي سؤال حلو قوي شعراوي، فاهم؟ حاجات هكلمك باسم عيلتك جو كده، فاهم؟ مش حقيقي. فجو بيخليك انت مش اونست، سواء انت في انترفيو ولا سواء انت بتتعامل مع الناس ولا سواء انت بتتابع حياتك، بتبقى مش اونست. فاهم. انت عارف انا يوم انا اتفرجت على الحلقه فعلا. انا برضه لما لقيتك انت وائل علاء وبتاع، انا كنت اللي هو اوف ايوه في التلفزيون يا مان، ما عرفناش يا ابني نهزر، ما عرفناش يعني قاعد بتقول لها انا مش عارف، انا اصلا مش عارف ايوه ايه اللي حصل في الدنيا. ايوه بس انا قاعد بفكر اللي هو مش عايز برضه اللي هو يعني مش قصدي، بس هو يا جماعه انتوا سامعين يا تميم بيقول ايه؟ هو تميم أيوة طبعا ده بينطبق على كذا. لا ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا بقول انت يعني هي كانت زي ما سمعتوها كده، هي اي كلام. ايوه ايوه يعني الفكره حسيت بايه وانت انا بقول لك اهو. بس انا بقى بستصعب جدا اللي هو الراجل، مش عارف شفت الفيديو بتاع المجند ده عشان بيضحكني جدا. انهي واحد؟ اللي هو مع وائل براش الله يرحمه، اللي هو شعرت انا كان لازم استعمل الموضوع ده كده في الانترفيوز اللي من النوع ده. بس الناس كانت بتضحك. الناس كانت بتضحك الناس كانت بتضحك عامه في البرنامج بتاع ما انت بقى في حاجه بقى عشان فاهمين اللي انت بتعمله. والله شعراوي في يعني انت في برضو شويه حاجات بتكتسبها كده، ده وده من الدعايه اكتر، مش من العالم ده. يعني ان انت في كلام معين، يعني انت ممكن تكون بتتكلم في اي حاجه، ممكن تكون زي مكرونه، فاهم؟ انت بتتكلم على ازاي تعمل المكرونه كذا، بس انت عارف ان في شويه حاجات معينه لو قلتها الناس هتسيب البتاع كلها وتتكلم على كلمه مكرونه، ويا ريتهم هيقولوها زي ما انا بقولها دلوقتي، يقول لك انا بحب قوي مكروني، كل واحد بيقولها بطريقته. وانا ساعتها بحس غلط، مش ايوه فاهمك. ايوه انا كمان بحب البرنامج ده، هو خدها منك كل واحد بطريقته، بس تمام يعني دي نفعت. فانت برضو في الحاجات دي انا فاكر كويس الانترفيو ده وكذا انترفيو تاني، حتى في حاجات طلعت بقى على الهوا في لبنان وبتاع، في حاجات ما حدش يعرف عنها حاجه على فكره.
طب في حاجات ما حدش يعرف عنها حاجه خالص. في حاجات تانية حسيت ان الشخص اللي قاعد معاك اللي هو اوف ده فاهم اللي انا بتكلم عليه ولا قليل قوي. فالخبره بقى في اللي انا كسبتها دلوقتي وطلعتني من الازمه اللي احنا بنتكلم عليها دي، هي فكره ان طب ما انا شايف ان انا راجل مثلا بضحك، او راجل بقول حاجات بوجهه نظر مختلفه، او عندي مجموعه من التالنتس اللي ربنا مديهاني، من المواهب اللي ربنا مديهاني، اقدر استعملها ان انا اوصل وجهه نظري، سواء بهزار ولا سواء بانيميشن ولا سواء برسم ولا سواء بفيلم ولا سواء باغنيه ولا سواء بايا كان. بس انا عايز اتكلم مع مين؟ انا عايز اتكلم مع واحد صاحبي، ولا عايز اكلم اكبر عدد من الناس اقول فيه الكلمتين اللي انا عايز اقولهم قبل ما اموت؟ لا، عايز اتكلم مع اكبر عدد من الناس. فاذا انا لازم التمس اعذار كثيره جدا للناس، وما ينفعش اقول انتوا حمير مش فاهمين حاجه، وما ينفعش اقول اصل ده، بالعكس ده انا بحاول دلوقتي بقى ان انا اخد البسيط جدا والعادي جدا واحط فيه تاتش، احط فيه وجهه نظر، احط فيه تويست. والعالم للاسف عايز حاجه من ديوكر. فانت يعني انت المزيكا بالذات الهيتس في العالم كله بتلاقيها، انا بالنسبه لي معلش كواحد بيحب المزيكا قوي يعني، حاجه رخيصه جدا. يعني دايما الهيتس البوب هيتس ولا الشارتس ولا الحاجات دي كلها بتبقى حاجات كده اللي هو ياه الكوميدي. لو انت متاكد ان دي الكوميدي في العالم كله بيبقى كده تحس ان انت نزلت بالرقم الاي كيو بتاعك سلالم عشان يبقى ده هو ده اللي بيبيع وبوكس اوفيس وبتاع. ففي الاخر انت بتلاقي ان معظم الحاجات الناجحه حاجات مش حلوه بصراحه، فاهم؟ فاللي انا عايز اعمله بقى ان انا افهم هي ليه نجحت، عشان برغم ان هي مش حلوه، وده غالبا بيبقى عشان بساطتها، بس احط فيها حاجه حلوه. فده صعب، ولكن انا بحاول اعمله. وده محتاج ان انا فعلا كانت كل الرحله دي بقى تنتج، يعني تبقى فيها كونكلوجن كده اللي هو ايه، لا يا عم انا لا عايز شهره، ولا عايز فلوس من الشهره، ولا عايز احط على حد، ولا عايز ارد على حد وابقى لفتها له واديتها له، ولا عايز الكلام ده خالص. انا عايز يا عم اقول وجهه نظري، اقول الكلمتين اللي عندي باي شكل من الحاجات اللي تقدر تساعدني، من التولز اللي ربنا ادهاني، بشكل بسيط واطور فيه. فاهم قصدي؟ بعد ما عملت الاغنيه بتاعت انت اي كلام، عملت بتاعت سالمونيلا. مظبوط، حصل. فبفكر ان احنا نتكلم يعني، لان هي برضو دي حصل عليها لبش. انا بحبها جدا خلاص، واحنا بحبها جدا والله. والله بحبها جدا جدا يعني. كان فهد بيقعد يرقص عليها واحنا هي بتشتغل، انا كنت ببعت لك. انا لعلمك انا بتست دايما الحاجات دي، اللي طالما العيال الصغيره بتعمل كده في الاعلانات وفي الحاجات دي، يبقى البتاعه دي قابليه يعني، تبقى بسيطه وتبقى بتوصل للعيال الصغيره يعني. طب لا، يبقى نفتح القصه يلا يا باشا. طب بما اننا ماشيين في الباث ده او الطريق بتاع اللي هو السلسله بتاعتك على السوشيال ميديا، يعني سالمونيلا لما نزلت الاول اتكلم عنها. ماشي. الاغنيه دي انت عايز توصل انا الفكره دي نعملها من حوالي 9 سنين فاتوا. اوكي خلاص. كنت عامل فيديو كده، حتى لو حد يعني من الفانز القديمه، كان فيديو على يوتيوب، على الشانل بتاعت يوتيوب، وكنت بتكلم فيه على الكونسيبت ده بالظبط، اللي هو الواد اللي يقعد كده يبقى حنين قوي مع البنت، بس اول ما ترفضه او بتاع يقوم مطلع عليها كلام، ولا شاتمها، ولا جازز عليها، ولا عامل مش عارف ايه، بس برضه يرجع يعمل كده، تقول له لا، يرجع يعمل بتاع. ما كنتش قال فيها كلمه لا قوي، بس كنت بتكلم على فكره الرفض والقمص. فاهم قصدي ايه عموما يعني؟ فانت عايز توصل، فالرساله بتاعتها ايه الاساسيه؟ بص يا شعراوي، تعالى نقول بلاش موضوع الرساله ده، لسبب ان حتى لو هي رساله، انا قصدي المسج اللي انت عايز. ايوه بس انا عايز اتكلم عن الموضوع ده، ان ده اللي بيستخبى فيه ناس كتير قوي. في ناس كتير قوي بتستخبى في كلمه رسالتي. انا ممكن لا سيبك من الرساله، انا بهبل، انا مش عايز، انا راجل هلاس خلاص. صح، دي حقيقه، وبهبل وعايز ابسط الناس وبتاع، ودي رساله بالظبط. ما احنا هي رساله، بس مش هنقول عليها كده بقى يعني، عشان بس ما نبقاش. انت اصلا كده عايز تهزر، لان ده بالطريقه بتاعتك اللي هي الستايل بتاعك اللي في كوميدي، ده اللي انت عايز تهزر جدا. انا الاغنيه دي عملت شكرا جدا. انا بالنسبه لي الطريقه الستايل بتاع الكوميدي بتاعي ساعتها كان في الفتره دي كان بيكسر تابوز معينه، بيكسر حاجات احنا ما بنتكلمش فيها، وبنخاف نتكلم فيها، وبنخاف نقرب فيها، او بتبقى مفهومها الناس بتعبر عنه بشكل خاطئ جدا وكله ساكت. فكان ساعتها معظم الحاجات اللي هي الاغاني الرومانسيه وبتاع كلها حاجات مش حقيقيه. ما انا اي حد ممكن يطلع يقول، كان جورج عزمي الله يمسيه بالخير يعني، قال لك هم 13 كلمه ولا هم مش عارف كام كلمه، حبيبي بحبك، وراح راصصهم كلهم، قال لك حطهم بقى كده، شقلبهم كده، تلاقي اغنيه. فاهم؟ رمش عينك جرحني، مش عارف ايه بتاع، حاجات كده كانت حلوه جدا البتاع دي يعني، وكانت صح جدا. انا على فكره بنتش من جورج عزمي كتير قوي. انا جورج عزمي من الناس اللي بتاثر فيا قوي، سقف جورج عزمي بغير منه جدا وبنتش منه جدا. فنان رهيب يعني، فنان رهيب. فبالنسبه لي كانت ليها حاجتين، غرضين. اول غرض فكره ان انا اقول وجهه نظري في الكوميدي يعني. خلي بالك برضو، انا بالنسبه لي الكوميدي كان لا يخرج بره النكته، يخرج بره البرنامج، يخش في الاغنيه. ايه المشكله؟
فاهم، يخش في فاهم. الطبخ، يخش في اي حاجه. الكوميدي ده اسلوب حياه تاني. اه والله العظيم اسلوب أيوة حياه طبعاً. وفلسفه صح. وبيخليك شكلك صغير كده والله العظيم بتكلم صح. بجد يعني. فكنت عايز اجرب ان انا اهزر بخامه تانية، بفورمات تاني، بميديم تاني خالص، اللي هو الاغنيه، وتخش في حته ما حدش بيستجري يعمل فيها كده خالص، وتقول الحقيقه وتعملها بشكل كوميدي وبتاع. تمام، دي اول حاجه. الحاجه التانية بشكل استراتيجي، لان انا بتاع اعلانات والكلام ده كله، لما انت تبقى عايز تستقطب فئه معينه بتاعه المهرجانات، او بتاعه الحته اللي فيها الطبله المقسوم، او الحته العنيفه دي اللي هي فيها، فاهم، ناس شقيانه برضه، فبيطلع يقول لك الله الله يعني بتفرغ طاقه معينه بالبتاع. فاهم. والنوع التاني اللي هو الفيديو كليب اللبناني ده، اللي هو الكيوت اللي بتاع كذا. فكنت عايز اجيب الجمهور ده واجيب الجمهور ده، فلازم يبقى الموضوع مش اللي هو هنحط حاجتين في بعض وخلاص، لازم يكون الموضوع نفسه محتاج ان انت تجيب المزيكا دي وتجيب المزيكا دي. فكانت الفكره ان هو الشخص اللي هو لما بيقلب بيبقى عامل كده، هو بيبقى حنين بس بيترفض، فبيقلب بيبقى عامل كده. فلما بيقلب الدنيا بتعمل كده، بقى فيه شر كده معين، بقى فيه غضب معين، وبعد كده بيرجع يبقى عامل كده لما الدنيا بتخش يبقى فيها الطبله والمزيكا المعينه دي. فمن ناحيه استراتيجيه كان فيها برده كده، وانا شايف ان هي نجحت جدا، واغنيه بحبها جدا جدا يعني. هو عامه التفاصيل دي يعني رهيبه، ومبسوط ان انا عرفتها، لان انا ما اعرفش طبعا كل الديتيلز دي اللي هو يعني، بس لما قلتها دلوقتي وشفت الفيديو فهمت ده. طب هو الناس ليه عملت عليها حوار؟ هقول لك بقى حاجه. لا معلش انا اسف. اه اولا عشان ما يعرفوش، ما سالوش تميم على اللي هو الحاجه الاساسيه، لان آه. هو لما واحد عايز يعرف اي حاجه بيسال الاول الشخص انت قصدك ايه من الموضوع، فبيروح طالع قايل انا قصدي كذا. لا ده انا اقول لك على حاجه. اه طبعا انا عايز اقول لك على حاجه لذيذه قوي اصلا. انا الاغنيه دي قبل ما انزلها كل الديموز بتاعتها بعتها لحوالي 6 فيمينستس، من اللي هم ساعتها كانوا اصحابي يعني، فيمينستس هم بيقولوا على نفسهم كده. بعت كل الديموز، كمان انا رايي كذا وعايز اقول كذا، فعملت دي، ايه رايكم، وبفكر اعمل كذا وبتاع. كله قال لي يلا يا معلم، تمام جدا، حلوه جدا، خطيره، مفيش حد اعترض يعني، فاهم قصدي ايه. طبعا انا مش عايز اخد موافقتهم، بس انا كنت عايز افهم ازاي اقدر ابقى حساس، علشان برضو لان الموضوع ده ممكن الناس تفهمه غلط. اغلبيه الشعب اللي الناس كانت خايفه ان ده شعب جاهل ومش جاهز وشعب مش عارف ايه بتاع، كل الناس كانت كله فهم الفكره، وكله ما كانش متضايق خالص، وكله كان عاجباه جدا. وانا عندي طبعا الارقام، ولو حد عايز يرجع ورايا يعني. الاغنيه 95% من الناس اللي اعجبوا بيها ومشاركوها وعملوا لها شير وبتاع ستات. تمام، 95% من كل اللي كان حاصل ده. مين اللي كان طالع عامل لبش؟ خلاص، الناس اللي ما عندهاش مشاكل، المشاكل بتاعت الناس دي يعني، الناس اللي هي في بيئه تانية خالص، وما عندهمش عدم حقوق، وما عندهمش اي حاجه، وما عندهمش يعني ناس بتتكلم انجليزي كتير كده، فاهم قصدي ايه؟ فهو الحق يقال، ما انا اصلا عامل الموضوع ده في حق المراه، لان الستات بتشوف بلاوي يعني، حتى الست السخيفه يعني هو الثقيله. اصلا في مصلحه الست الفيديو كنت بتقول لحاجه انت الست مليون في المية يا عم، مليون في المية يا عم. بالظبط. اصل في ناس قفشت عليك ستات، اللي هو انت بتشجع الناس على ايه؟ ما انا هقول لك بقى على حاجه. كلمه بتشجع الناس على ايه دي عايزين نقفلها خالص، لان كل واحد يعني انت ما في افلام خارجه، ولا هيتفرج على افلام خارجه هيروح يعمل حاجات خارجه يعني. قصدي مش اي فن، او اي حتى انت مش عايز تسميه فن ما تسميهوش فن، بس هو فن يعني. ما تقول وجهه نظر وتعملها في عمل معين، سواء هو مرئي او مسموع او الاثنين مع بعض، يبقى اسمه فن خلاص بالنسبه لي انا يعني. فن وحش بقى، فن هابط، فن بتاع، الفن مش مطالب خالص ان هو يبقى بيقول لك تعمل ايه او ما تعملش ايه. هي وجهه نظر، انت تاخدها ما تاخدهاش، انت راجل عاقل، فاهم قصدي ايه. هو اللي انا متاكد منه ان حتى يا سيدي لو انا بني ادم ابن 60 جزمه وقاصد ان انا دور، على الاقل انا يعني دي وجهه نظري وانا بقولها، ابعد عنها بقى لو مش عاجباك. انا ما بضحكش عليك، انا ما بمثلش، ما بعملش نفسي، ما بعملش افضليه معينه، او ما بدعيش حاجه ميديوكر، ان انا اطلع بابتسامه واعمل الهوليوود سمايل دي والبنش والكتاف اللي هتطلع قدام الكاميرا بس رجلين لا، او الجو ده فاهم قصدي ايه، واطلع اقعد اتكلم بابتسامه معينه واقول حاجات معينه وفي حاجات معينه وبدله معينه، فالناس تقول الله ده كويس، ده ناجح، ده اقول لك مساءك لذيذ، واعمل لك بقى حاجات كده اللي هو فيها ايه بوزيتيفيتي، فاهم. ماشي يا عم، ما في ناس بتاعت ده وفي ناس بتاعت ده، على الاقل انا مش بضحك عليك، فاهم قصدي. بس انا بقى اتعلمت منها حاجات كتير جدا، ان انت بعد كده ازاي لو عندك وجهه نظر او عندك موهبه من عند ربنا وعايز تطلعها وعايز تستفاد من القصه دي، ازاي تفكر كويس قوي ان انت ما تسمحش لحد ان هو يعكر عليك او يلهيك عن المشوار اللي انت رايحه، زي ما كنا بنتكلم في الاول. وفي نفس الوقت تبقى واخد بالك قوي ان في ناس كتيره ممكن تكون مش فاهمه اللي انت بتقوله، فلازم تبتدي تبقى لغتك يونيفرسال، لغتك تبقى بسيطه
ومفهومه علشان ما فيش حد يتلخبط. طب عايز اسالك على حاجه. اتفضل. انت ما قلتش، ما جاوبتش على الحته بتاعت انت بتعمل ايه بره السوشيال ميديا. يعني لحد ما انا جاوبت ان انا بحاول اللي بعمله على السوشيال ميديا دلوقتي ده يبقى هو اللي انا بعمله في الحقيقه، فاهم؟ لان انا في الاخر انا قصدي كشغل. كشغل انا بشتغل مخرج اعلانات دلوقتي، وقريبا ان شاء الله هبقى مخرج سينما ومحتوى بشكل مختلف. والله يا شعراوي قررت كده ان قدام بقى هعمل ايه، ولا نخلي السؤال ده لبعدين؟ اعمل اللي انت عايزه. يعني عموما انا دلوقتي في مرحله بحاول اجر دماغي في حاجه تانية يعني. يعني بحاول اخش كده في اعمل منتج بقى، فاهم؟ اخش في الجيمنج، اعمل جيمز، ما ده يعتبر منتج يعني. يعني انا من وانا صغير قوي وانا بشتغل في ادفرتايزنج يعني. حتى من قبل ما اتخرج من الجامعه دخلت عالم الدعايه والاعلان، ما طلعتش منه يا باشا. وحتى دلوقتي لو انا بقول لك انا مخرج اعلانات، فهو ده طريقه الدعايه، ان هي تقول لك ماشي انت دلوقتي انت بقيت فريلانسر، انت خلاص انت سبت الشغلانه، بس انت بتعمل ايه؟ اعلانات، فاهم؟ فانت في نفس الساقيه. شغلانه بحبها جدا وهي شريره جدا يعني. طبعا هسالك اسئله في اوقات انت ممكن لو مش عايز تخش في حته زي باشا انا غسيلي على الحبل. اتجوزت امتى؟ اتجوزت مرتين. اوكي. اتجوزت اول مره في سنه 2003 2004. اوكي. حاجه كده استنى كده، لا احسبها 2006. اتجوزت 2006 اول مره، وتاني مره 2016. اوف. طب تجربتك مع الجواز عامه عامله ازاي؟ خلاص مش لازم اسال الناس يا معلم. اسال اي حد في الشارع، وقف اي حد في الشارع كده قول له هو تميم عامل ايه في الجواز، هم هيقولوا لك، فاهم؟ بجد؟ يا سلام. لا تعالى نتكلم بشكل عام مش بشكل خاص. ايوه انا فاهم. اكيد طبعا انا فاهم. احنا اصحاب اصلا، هتعمل فيا كده ليه؟ لا بس لا ده هقول لك على حاجه، لان الجواز دايلاما يعني ده كل حد فيها. لا ما تسالش حد زي التاني، مستحيل. طبعا انا دلوقتي بقى شايف ان الجواز ده شيء جميل، تمام؟ انا مش متجوز وما اظنش ان انا هتجوز قريب خالص يعني. بس انا شايف ان هو شيء جميل. انا عندي بس مشكله غصب عننا يعني، يا عيني احنا برضو كنا اطفال، او اتليست الجيل بتاعنا نسب الطلاق فيها عاليه جدا جدا جدا، وان العيال مولوده اصلا عارفين ان في حاجه اسمها طلاق. احنا كان وقتنا كان مفيش حاجه اسمها طلاق، فاهم يعني؟ فاهم؟ انت ابوك وامك بيعيشوا مع بعض الى الابد، وممكن يكونوا حد كاره التاني او الاثنين مش طايقين نفسهم او بتاع، بس مفيش حاجه اسمها كده عشان الاصول ان لا. فانت اصلا انا كان عندي وجهه نظر كده يعني، ان البنت بتبقى هتموت وتطلع بره بيت اهلها اللي بيقول لها تروحي الساعه كام وتعملي ايه وما تعمليش ايه، والواد نفسه يبقى في الحلال، فاهم؟ فاللي هو انت بتضطر ان انت تتك على نفسك وهي تتك على نفسها، علشان في حاجات تانية ملهاش علاقه بان انتوا بارتنرز كويسين ولا لا، يعني متناسقين مع بعض، منسجمين مع بعض ولا لا. في حاجات تانية بتقول لا، طب والفرح، طب والناس هتقول ايه، طب وكذا، طب بس انا برضو هو ده الفرصه اللي عندي ان انا اطلع من البيت، ودي الفرصه اللي عندي ان انا ابقى بكمل نص ديني وما بغضبش ربنا وبتاع. لكن الناس ما بتفكرش في المشاركه دي هتمشي ولا لا، فاهم قصدي ايه؟ وده معظمنا يعني، معظم الناس اللي من سني حصل معاهم كده. انت بتتجوز وانت بتبقى عندك امال ان انت هتعيش للابد مع هذه الانسانه، وبتكتشف انه لا، ولا لا ده مش غلط ومش عيب يعني، ومش لا معناها ان انت كوخه وانت وحشه وانت بس ما حصلش. لكن مفهوم التربيه ما كانتش مظبوطه. في حاجات انا اكتسبتها جدا من التربيه بتاعت الجيل بتاعي، وفي حاجات دمرتنا نفسيا بتعالج منها دلوقتي، فاهم قصدي ايه؟ فاهم قصدك. منها حاجات ليها علاقه بالعلاقات، بعلاقه الراجل بالست بالذات، بعلاقه الراجل باهله. يعني من الاخر انا كنت شايف ان كل الجيل بتاعنا ومعظم الناس الموجوده دلوقتي في مصر بالذات بيعيش عشان يرضي ابوه وامه، يعني بيعيش طول حياته عايز يرضي ابوه وامه. والرضا ده كمان مش معناه ان هو رضا عشان هو بيحبهم، ده ساعات رضا عشان بيبقى نفسه ابوه يحترمه. فانا الموضوع بالنسبه لي كانش ناجح خالص يعني، ما كانش ناجح خالص. بس ده علمني بعد كده ان انا في علاقاتي اللي موجوده دلوقتي بقالي كتير شعراوي والله ما حد طبطب عليا ولا حد فاهم جاب لي هديه في الفالنتاين. بس فعلا بقيت اول بلاقي ان مفيش من اللي حصل. ايه اللي يخلي الجواز ناجح من وجهة نظرك دلوقتي؟ ان من الاول خالص ان انت بتشوف اولا حاجه مهمه جدا اللي انا اتعلمته، ان انت لازم تكون على سنجة 10 ومش محتاج حاجه من حد ولا محتاج حد اصلا، تكون راضي وناجح وماشي كويس اكتفاء ذاتي قبل اي حاجه، ومبسوط جدا ويعني او
راضي جدا راضي جدا بالعيشه اللي انت فيها ومش ناقص حاجه. اول ما بتحط حاجه اللي هو انا هبقى تمام لما يحصل كذا ومنها الجواز بيبقى فيه عدم او ان رضا. الست او الراجل هيكمل لي حاجه بس خلاص ده عدم رضا بقى خلاص اللي هو انا مستنيه ده فانا هفضل اجري ورا ده. صح جدا. فاهم؟ فانت لما البنت تبقى بتفكر في الفرح اكتر ما بتفكر في العريس، الراجل يبقى بيفكر في اسم الواد على جده قبل ما بيفكر في ان هيعيش ازاي مع البني ادمه دي، القدسيه بتروح يعني. بيبقى الموضوع صعب. صح. افضل ان الواحد يبقى عامل حسابه من الاول يعني. افضل ان انت اول ما تلاقي فيه عدم تناسق او عدم تفاهم او ان الموضوع فيه حاجه غلط، ان الواحد يقول اللي عنده باحترام وبصدق ونطلع بالمعروف من الاول خالص كده. لان معلش اطلع براسك شويه قدام. قول لنا 3 حاجات بتحبهم في باباك. كرييتيف واحنا صحاب جدا، وفيرنس الصراحه يعني. عادل يعني؟ عادل في ايه بالظبط؟ في كل حاجه يعني. هو ما بتبقاش في حاجه اللي هو انا قلت كده وخلاص، بيبقى حتى لو بيبقى في عقاب ولا حاجه بيفهمني بالظبط ليه ده بيحصل، ويعني العقاب عشان عملت ايه والعقاب نفسه فايدته ايه وكده يعني. اخويا اوكي. طب 3 حاجات بقى ما بتحبهمش في باباك. هم مش 3. ان احنا شبه بعض زياده عن اللزوم، فاللي هو ده معناه ان الفلوز اللي عنده عندي واللي انا عملته هو عمله. فيعني هتقفش. قول لي صراحه كويس انك عارف. تاني حاجه ممكن تبقى اللي هو ايه، ان احنا دايما بنقعد نهزر والموضوع افكتد مي جدا. انا ما بقيتش اعرف اتكلم مع ناس بطريقه سيريس يعني. ما بقاش فيه. أيوة ما بقيتش اعرف اتكلم مع حد بطريقه سيريس. انا اسف على الموضوع ده بصراحه. لا مفيش حاجه تالته. كومبيتيتيف جدا. الشخص ده كومبيتيتيف جدا يعني. واللي هو على فكره الحاجات اللي انت قلتها اصلا حاجات حلوه. ايوه مش حلوه بالنسبه له لما بيخسر في البلاي ستيشن. وفي اي لعبه هو بيعرفني كويس جدا ان انا خسرت. وانت برضه ما تهزرش فهي برضه هتخليك في الموقف اللي بقى الجد تاخد الموضوع لايتلي، ما تبقاش تخسر في حاجه. طبعا فاهم. بس انا عايز اعترف بحاجه ان هو عنده حق في حاجه، ان ساعات بيبقى موقف صعب جدا وانا بلاقي ان في فرصه ان انا اهزر فبقوم مهزر فاللي قدامي بيبقى. بس خلي بالك دي حاجه حلوه جدا. ايوه عامه جامد. لا كان لازم تحضر معانا اللحظه. يلا خش المطبخ. حمر وشمر يلا. حاضر يا باشا. هيز نوت فير. ايه احلى حاجه في يومك؟ الصبح قهوه وشموسه وكتاب. وطبعا النوم طبعا تاني احلى حاجه يعني. تاني احلى حاجه يعني. بص يا شعراوي، انا في حاجه بعملها لغايه دلوقتي بالذات في الشتاء، ان لما بخش انام وانا راجل عندي 42 سنه بخش تحت الغطا واروح اعمل لحد كده اما ادفى كده خالص. ايه اللي بيخليك interested in life يعني، اللي هو زي متفائل او مش يعني مهتم بالحياه؟ البني ادمين فشخ. الله. يعني انا بحب جدا اتفرج على الناس وافهم يعني. دايما بيبقى عندي لعبه كده ان انا لما ببقى قاعد في اي حته بالذات لو بلد تانية يعني تبقى جميله، بتبقى قاعد تشرب قهوه كده في بلد ما وعمال بتتفرج على الناس وبتحاول تفهم كل واحد حياته عامله ازاي، وكل واحد هيرجع البيت يعمل ايه، وكل واحد ايه طموحه، وكل واحد ايه مشاكله، ايه همه. تعرف تاخد قراراتك. بس هي بتبقى رحله برضو. بس يبقى في نوع معين من ان انا عندي كده يقين تام انا عايز اعمل كده. تميم معلش اطلع معانا السن بقى عشان ايه تطلع معانا في النور. ببص في حته شكرا غلط. شكرا قوي. عيب قوي دي على فكره، المفروض ابص هنا بس انا ببص. بس انت اللي هو انت راجل مخرج وعارف يعني بس هنا انت عايز تشوف نفسك. انا عمري ما ببص في الكاميرا بالطريقه دي يعني. ببص على المونيتور. بص على المونيتور حضرتك انا ريس. ايوه. بقول لك شكرا بجد. انا انبسطت جدا والله. انبسطت جدا وانا قوي انبسطت جدا وانا نفسي مخ اتغذى قوي وحاسس ان انا عرفتك في تفاصيل كتير قوي. وانا كمان يا عم. احنا اصلا بعد كده نبقى نطفي الكاميرا دي ونقعد نتكلم مع بعض. بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش يعني. على فكره الراجل ده بيعمل مكرونه رهيبه بشهاده ابنه. ده حقيقي. ده اعلان ده اعلان واعلان صادق لان هو عايز الناس تتبسط وشهاده ابنه. فخلاص خلينا بقى جبنا ابهات بعد كده بقى يعملوا مكرونات مع مش عارف ايه وسوشيال ميديا وجاوب نكلم مش مهم. يلا المهم. شكرا يا جماعه قوي ان انتوا اتفرجتوا بجد، وشكرا والله العظيم فعلا. انا سعيد جدا. يلا تاني وتالت وهنعملها تاني، واتمنى ان انتوا تكملوا لحد دلوقتي ونشوفكم في الفيديو الجاي. عايز تقفل البتاع بايد؟